صلى الله عليك يا أبا الزهراء، يا رحمة الله للعالمين، ويا منة الله على المؤمنين. صلى الله عليك وعلى ابنتك المظلومة فاطمة مكسورة الضلع والخاطير مجهولة القبر والقدر، أم الحسين وكفى بذلك وجعا. غريب كربلاء وقتيل الأدعياء، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا دائم الفضل على البرية، اختم لنا الأنفاس فاطمية. ليلة جمعة أتوجه إلى الله بفاطمة الزهراء. هذا خوش دعاء أيها الأحبة، أن الإنسان يدعو الله أن يكون آخر لحظات حياته مع الزهراء عليه السلام، وهذه الدنيا فانية ومتراكضة أيها الشباب. يا دائم الفضل على البرية، اختم لنا الأنفاس فاطمية. معي يا دائم الفضل على اختم لنا للجفن فاصل الحزن للشتاء، أمطره يا الله بالبكاء. سمع هذا الكلام. أقسمت أن الروح كالصحراء، إلا مأنوح لمظلم الزهراء. ذا دعوتي في الصبح والعشي،
اختم لنا الأنفاس، اختم لنا الأنفاس صفا. إذا تهمك هاي الحاجة وياي يا دائم الفضل على برية، اختم لنا الأنفاس، اختم لنا من قبلك ونفاطم انسيه، قال النبي إنها حورية حورية قدمها الباري له هدية، إذن جنان الله زهراء وجنتي، وين الجنة؟ في مجلس الزكي. اختم لنا الأنفاس، اختم لنا الأنفاس. اي ابويا ليلة جمعة يا دائم يا دائم الفضل على دعاء دعاء، اختم لنا اختم لنا قد علمتنا أننا مرايا، ابتدأت والله وما لها نهاية، لكل شيء في الوجود غاية، وغاية الغايات في الولاية، يا رب حتى أعرف القضية. شنو المطلوب؟ اختم لنا الأنفاس. ما شاء الله ما شاء الله، يا دائم الفضل يا دائم الفضل اختم لنا اختم لنا الأنفاس. اسمع هذا البيت زين. لما جثى في صدرها المسمار لاحت لنا من ضلعها أنوار، في صدرها كم غار، فيه يصلي المصطفى المختار، يبكي على ضلوع الرضيع، قومك يا ابويا ما رعوني، ولي دفعوا الباب وسقطوني، لمن هو من جنين رجعوا علي ورفسوني. يا الباب لبسنا الحزن طول العمر، يا الباب ذهيل وما بقى لي عقل، يا الباب نشدك وين
محسن وقع يا الباب يا الباب يوم العصر والزهرة الزكية لك حالها يا يوم العصر والزهرة يا الزكية يا لله كم المسافة بين المحراب والباب المسافة قليلة إخواني واللي يدور على المحسن يراه أمامه أنا أعرف امرأة طلعت بالبرار تدور على الحسن يا لته ودورت أنا طلعت الولينة ودورت مقلوب بالحام لقيته أنا قاعد يتيمى وعاتبيته مثلك شلون يعوف بيته هيا يلطم عليه ونخا يا الله هيا صاحت يا فضة ضلعي ينعاب ومحسن وقع يعني يما يا فاطمة عندك فضة تناديها من عند زينب يا فاطمة يما وشوف كربلاء سوت بحالي أنا ياهو شافني يما بجالي تون ذكرت عزي أنا ديران عن يميني والشمال لما جاني الليل هجمت علي الخيل حد الضعوني شيء وانا غريبة لا عندي العباس حرمة ورايا رجاس ومدنق الراس وانا سريبة وحسين ما مدفون ما ظلت عندي عيال ويتامنا يصيحون وانا بريبه لما انحدى الحداي فتحوا علينا الماي حرمة وبلايا راي إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين رحم الله المتقين وجعلنا منهم. قال إمامنا الصادق عليه السلام إنما سميت فاطمة فاطمة
لأن الخلق فطموا عن معرفتها. هدية إلى قلب إمام زماننا، خالصة طيبة صافية مباركة، الصلاة على محمد وآل محمد. الثانية دعاء لنرزق الاستقامة ما حيينا بأعلى منها. الثالثة لنزول الألطاف على مجلسنا بأعلى منهما. العلاقة أيها الأحبة بفاطمة الزهراء عليها السلام تمر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي العلاقة التعبدية اللي احنا نسميها العلاقة الاعتقادية، يعني أن تؤمن أن الزهراء سيدة نساء العالمين. كيف؟ هذا ما يهم. أن تؤمن أن الزهراء خير من خلق الله بعد النبي وعلي. كيف؟ هذا ليس مهما عندك. هذه المرحلة الأولى تسمى بالانعقاد، يعني انعقاد القلب على معرفة الزهراء دون معرفة التفاصيل، اللي مرات تسمعوها يسموها معرفة العجائز. هاي معرفة العجائز، مو معرفة العجائز معرفة سطحية. دين العجائز مو دين سطحي، لا، يعني مو واحد مثلا ما يعرف يصلي ويصلي ونقول له يا أبا صلاتك بيها خلق لك هاي صلاة العجائز. لا، دين العجائز هو انعقاد القلب دون معرفة المفتاح. هذه يسمونه معرفة العجائز، بحيث شوي التفت لها العبارة مهمة جدا هاي العبارة، بحيث تعجز أمام المعرفة، تسكت، تسكن، ما تعرف شو تقول. يعني مثلا شنو أن الله يخاطب الزهراء مباشرة؟ تعجز مو تنكر. شوف، العجز مع السكون هذا يسمونه انعقاد، مو العجز مع العناد. ما أؤمن إلا أقتنع، لا، هذا خطر. هذا يعني مثلا أحيانا تعرض علينا فضيلة من فضائل الزهراء فنعجز أمامها فننكرها. هذا غلط، هذا خطير. شوفوا، عندما يعجز الإنسان ينعقد القلب ويسأل الله أن يفتح له الباب. أما أنا ما أقدر أفتح الباب، أنا ما أقدر يا ناس أفتح الباب. يعني مثلا مثال آخر، عندما نعلم أن الزهراء أخفي قبرها 1 2 3 4 فد 20 سبب، بعدين شو نقول؟ بعدين نقول والأمر كله لله. هذا الظاهر أمامنا أن الزهراء أخفي قبرها لأن القوم ينبشون قبرها، لكن هذا الظاهر. أما الأشياء الباطنة صاحب العصر والزمان يعلمنا بها. لذلك أيها الأوداء، هاي المعرفة الأولى. المعرفة الأولى هي المعرفة الانعقادية، ينعقد القلب عليها. إخواني أعزائي أجلائي، هاي المعرفة هي اللي تشتغل بالقبر. القبر مو مكان الألسن. هاي لما يقولون لك من ربك، يتصور البعض يقول بلسانه الله ربي. شنو اللسان؟ بابا اللسان هسه إذا وقعد قدامك حجارة ما يعرف يحكي الإنسان. مو إنه بعالم البرزخ وما أدراك ما عالم البرزخ. اللسان ينعقد، فمن اللي ينطلق؟ القلب. إذا القلب مرتب أموره بالبرزخ هو يسولف ويحكي ويقول الله ربي محمد نبيي، هو يظل يسولف. لذلك أيها الأوداء، القرآن من يتكلم عن الإنسان يقول يحول بين المرء وقلبه. يعني شنو؟ يعني يا لسان اسكت،
يا عين غمضي، بعد مو يمك الشغل يمن يم القلب. ولذلك إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني الكلام ياخذنا مدري وين. أتذكر واحد من المؤمنين بيتهم بواسط، ما أعرف هسه الآن، عدل ميت، عدل الأرض ما تخلي الخيرين. هذا إخواني كان لسانه منعقد معقود، ما يقدر يتكلم، يشتغل عماله. شباب لنتعلم قليلا، يشتغل عماله، اللي ضربه ناس يستهزئون به احيانا، اللي ضربه يصير به مرض، عاهه، ايده تتوقف فعلا، يعني فعلا اخوان. مهم في يوم من الايام التقيت به هنا في حرم امير المؤمنين، قال انا اليوميه مالتي مقسمها 3 أقسام. هو يتيم، قسم لامي، وقسم اظن ما بلكي اتزوج، وقسم أتصدق به في كل يوم عن اسم من أسماء الله الحسنى. يقول أنا يومية أختار اسم، مثلا اليوم يومي يوم الودود أشتغل به، مثلا السبت يوم الغفور أشتغل به. منو قال له أيها الأحبة؟ هذا لسانه واصل ما يقرأ، هذا قلبه يشتغل. هذا المستوى الأول، المعرفة الانعقادية اللي سميناها معرفة العجائز، مو لباننا معرفة العجائز. المستوى الثاني أيها الأحبة لمعرفة الزهراء هي المعرفة القبولية. شنو يعني قبولية؟ يعني المقابلة، يعني تقرأ كتاب، تسمع محاضرة، تحفظ قصيدة، تحفظ رواية، تتأمل بقول، تتدبر بمعرفة، هذه يسموها معرفة المقابلة اللي لا يستغني عنها الإنسان، خصوصا الشباب. يعني مثلا الشاب عندما تأتي إليه الأيام الفاطمية من 8 ربيع إلى 3 جمادى، هاي تقريبا كم شهر، هاي يكون هو قاري لفد 4-5 كتب، سامع لفد 20 محاضرة، حافظ لفد كذا رواية عن الزهراء، فد كذا بيت عن الزهراء. هاي معرفة لا يستغني الإنسان عنها، وهي معرفة نقلية، تأخذها من الكتب، من المحاضرات، تأخذها من صديق، تأخذها من رفيق. هاي النوع الثاني. النوع الثالث أيها الأحبة وهي ما تسمى بالمعرفة الملائكية، اللي يعبرون عنها الأئمة المعرفة بالنورانية. المعرفة بالنورانية أيها الأحبة هو أن تذهب إلى كلام أهل البيت، تسمع أحيانا لن تعرفونا إلا معرفة نورانية، وما تعرفون إلا بالمعرفة النورانية. إحنا من كنا صغار وما زلنا صغار، عندما كنا صغارا كنا نتصور المعرفة النورانية شنو؟ أنه الإنسان يطهر قلبه ويشتغل على الرياضات، لكن ليس هذا، مرات ينغش الإنسان. المعرفة بالنورانية هو أن تعرف الزهراء من كلام آل النبي، شنو قالوا عنها حصرا قصرا، تروح ماذا قال الناس عن الزهراء، تعوف على جانب وتشوف ماذا قال أهل البيت عن الزهراء سلام الله عليها. وهاي أخواني هاي تفيدنا كخطباء، وتفيدنا كرواديد، وتفيدنا كشعراء. الإنسان من يقرأ الزهراء من روايات آل البيت، الكلام إلي وإذا تتقبلها هم إلك. الإنسان من يعرف الزهراء من كلام آل النبي يثقل قبال الزهراء، يثقل، يصير رزن، مو كل كلمة تجي بباله يحكيها، ولا كل بيت شعري يصير قباله يقول الله، لا، يتأمل شوية، يتوقف. شوفوا انتوا هاي الفترة كلكم رأيتم التطبيقات على الأبيات الشعرية، تطبيقات غزلية على أبيات شعرية عن الزهراء عليها السلام، كلكم رأيتم ذلك. أولا نحن لا نشكك بنية الشاعر، والتشكيك بنية الشاعر إشكال، ديروا بالكم. يعني واحد لا يشكك يقول والله هذا قاصده على مود ترند، لا،
هذا أول. اثنين، من شكك بنية الرادود والله قراها على مود يصير ترند، هذا حكم، والحكم يراد له برهان. هذا أولا. ثالثا، كيف نمنع هذه الأبيات الشعرية اللي جاي تصير غزل؟ كيف؟ شنو الحل؟ أنا أكثر من شاعر يسمعونا إذا عرض هذا المقطع، أكثر من شاعر تواصل معي، سيدنا إحنا مرات نطلع جانب بدون ما ندري شنو الحل. أنت كاتب قصيدة وتعبان عليها وسهران عليها، تروح تلقاها صايرة ترند عند العشاق، واحد مخليها على مريته، وواحد مخليها على مدرياه، وواحد مخليها على... شنو الحل؟ شو نسوي احنا دا نتألم ودا نتأذى وضميرنا يأنبنا. 4 خطوات أنا أجزم لكل شاعر إذا اشتغل على هال4 خطوات ما تزحف أبيات الشعرية على الغزل أبدا. 4 خطوات. الخطوة الأولى، قسم شعرك إلى قسمين، هم 3 أقسام الشعر: شعر مناقبي، وشعر مصاعبي، وشعر وجداني. الوجداني خلي عليه علامة إكس لتجيبه. هاي الفترة هوسة ياخذون قصيدتك ويخلوها على الغزل. خلي شعرك مناقب ومصائب فقط وفقط وفقط، لا تجيب وجدانيات. الوجدانيات ياخذها العاشق وخلاها أغنية، هاي بطل من عندها. جيب مناقب وجيب مصائب. يعني أنت يا نور عيوني، باول شوية الشاعر يا البعيد، أنت تقدر تقول أنا أحب حبيبي ولا أستغني عنه. قول أنا أحب حسيني ولا أستغني عنه، حتى ما يشيلون هاي ويخلوها على أغنية. ركز بالبيت الشعري، يجيبونه بالأغنية لو ما يجيبوا، جيبوه بحفلة التخرج لو لا، وبعدين احكي. يعني مثلا أقدر أقول مثلا صاحب الحنين أو صاحب الحنون ما عافني بشدتي، هاي أنا أجيبها على صاحبي صديقي وأخليها عليه. قول صاحب الحسين ما عافني بشدتي، تمشي حتى ما يجيبون قصائدك. لا تلقي شعرا وجدانيا، لأن الوجدانيات تطبق على كل من هب ودب. بابا أنا لقيت قصائد لطميات على الزهرة ماخذيهن نواصب، مخليهن على نسوانهم نواصب يعني، وهي القصيدة على فاطمة الزهراء التي ينكرون ظلامتها. هاي أول خطوة. الخطوة الثانية، اختار الألحان الرزنة، الألحان الثقيلة، الألحان القريبة من العزاء. أكو ألحان قوة مروة تصير كأنها أغنية، واحد يبتعد عنها قدر الإمكان. خلي لحنك مثكل مشجن مؤلم، لو لحن قعدي مثل جماعتنا الآن في النجف القعديات، لو لحن كربلائي أكاديمي، لو لحن متوازن يعني به شجن وألم ووجع وأسى. الألحان أيضا أحيانا تزحف وتروح على الأغاني. مرات الشاعر ما يصيب بالبيت الوجداني، بس هو اللحن ما يصير أغنية، يدركه منه، يدركه الرادود، ما يجيب ألحان منا ومنا. الخطوة الثالثة من باب الاحتياط، هذا سميته أنا احتياط القرب من آل محمد. البيت اللي تشوف به احتمالية يستعمل في موارد من هنا وهناك لا تكتبه، قربة إلى الله ضحي. يعني أنت عندك احتمال أنه هذا البيت راح يؤخذ ويستعمل هناك. أضرب لكم مثالين شوي تركزوا يعني. سامعين بالشاعر الحلي صاحب قصيدة ابن العرندس، شاعر معروف ابن العرندس الحلي. جاء إليه أحد تجار قال له ابني مات، ابنك شيعي؟ ابن شيعي، أريدك تكتب لي بيت شعري أكتبه على قبره. شنو قال له أخواني؟ وقال له أنطيك 40 قطعة ذهبية. قال له إن قصائدي عرائس لا تزف إلا لآل محمد.
ليش هيك يجاوب هذا؟ هذا سابكها سبك أيها الأحبة. أنت روح الآن إلى هذا البيت الشعري وتأمل به أيها الودود. نفس ابن العرندس. ابن العرندس يقول: فيا ساكني، هاي خليها بين قوسين، فيا ساكني كذا عليكم سلام محب ما له عنكم صبر. شنو هاي ورا هاي فيا ساكني أرضه؟ كان يقدر يقول فيا ساكني أرض العراق عليكم سلام محب ما له عنكم صبر. تصير أغنية لو ما تصير؟ بس هو ايش قال؟ فيا ساكني أرض الطفوف عليكم سلام محب ما له عنكم صبر. وهي الخطوة الثانية استعمل الاحتياط، الشيء اللي يشك بأنه يستعمل في موارد بعيدة ما يكتبه، يمسحه قربة إلى الله. هي البركة كلها من هذه التضحيات. والخطوة الرابعة أن يبتعد الإنسان عن الأنا، يستشير. الرادود يستشير، والشاعر يستشير، والخطيب يستشير. احنا هسه الآن كخطباء، أنا شخصيا إخواني بعض الأبيات عندما أقرأها يصير بها زحاف بالبيت الشعبي، أراسل صحباننا وليداتنا الشعراء، قال له بابا هذا البيت شلون يصير؟ يعدله إلي. احنا كخطباء نستشير الشعراء ونستشير الخطباء ونستشير العلماء. أنت كشاعر هم استشير. هسه مو تستشير خطيب أو عالم، استشير شاعرا أو حسينيا. بهذه الأربع خطوات ينتهي الإنسان بعد ما يدخل في ميدان الغزل ويستعمل شعره في ميادين بعيدة. لا، وأنا أعرفهم الشعراء دي يتألمون ويتوجعون وضايجين وحزنان، والبعضهم يشك بإيمانه وإخلاصه، وبعضهم يريد يعتزل، وبعضهم يريد يترك. لا، ما يحتاج، بس طبق هالخطوات الأربع. احنا وين كلامنا أخواني؟ احنا كلامنا شلون نعرف الزهراء؟ وين وصلنا؟ وصلنا لهذا الجواب، أن نعرفها من كلام آل النبي. الآن باختصار أزف الوقت، الآن أنا وياكم تعالوا نعرف الزهراء من خلال زيارات أهل البيت لها. أول سؤال مهم: هل تزار الزهراء بالزيارة الجامعة أم لا؟ الآن أنت لما تروح إلى المدينة المنورة أو منا وتباوع تتوجه إلى المدينة، نزور الزهراء بالزيارة الجامعة أم لا؟ هل يصح؟ شباب هذا سؤال مهم ومعرفه ويفتح لنا أبواب معرفية مع الزهراء. ما نكمل اليوم، نكمل الليلة القادمة إن شاء الله. هل يصح زيارة الزهراء بالزيارة الجامعة أم لا؟ طبعا لا يصح. مو لأن الزيارة الجامعة ذكورية والزهراء أنثى، لا تصح زيارة الزهراء أيها الأحبة بالزيارة الجامعة، لأن مقام الزهراء أعلى من مراتب الزيارة الجامعة. الزيارة الجامعة لا تخاطب الزهراء. شلون؟ خل أضرب لك مثال. مثلا الجامعة تخاطب أهل البيت، تقول لهم أشهد أنكم الحجج على العباد. هاي مرتبة الأئمة سلام الله عليهم. أما الزهراء فهي ليست الحجة على الخلق، إنما الحجة على الحجج. شوفوا دعاء التوسل أخواني، دعاء التوسل الفقرات تلقوها: يا حجة الله على خلقه، يا حجة الله على خلقه، إلا الزهراء أيها الأحبة ما فيها يا حجة الله على خلقه. ليش؟ لأنها ليست حجة الله على الخلق، إنما حجة الله على من؟ على الحجج التي هي حجة على الخلق. الزهراء مرتبتها النورية أيها الأوداء أعلى من أن ترتقي البشرية فتصير حجة الزهراء عليه، ما تتحمل البشرية ذلك. وهذا أيها الأوداء من خصوصيات الزهراء التي ما ذهبت لغيرها. لذلك الخطاب في الزيارة الجامعة ليس للزهراء عليها السلام، بل أكثر من ذلك. تأمل معي بهذا المضمون:
حتى يوم القيامة. يوم القيامة الرواية تقول يأتي نداء من بطنان العرش أن أيتها الخلائق غضوا أبصاركم. من هؤلاء الذين يغضون أبصارهم؟ أنا هذه مسولفها لبعض الأحبة. عندي صديق هنا بيتهم قريب علينا، شيخ صديقنا بالحوزة، كنا سوية. هذا تأخر بالزواج. أقول له ليش؟ يقول أريد علوية، ما أتزوج إلا علوية. في يوم من الأيام قلت له ليش؟ قال هم على مود من يجون خطار أقول لهم مثلا علوية سوت عشاء، مو زوجتي، صاحب غيرة، هو عنده غيرة، مثلا نقول هذه العلوية، هذا طبخ العلوية، هيك كان. وبعد قالوا حتى يوم القيامة من يقولون غضوا أبصاركم أنا ما أغض بصري. قال ليش؟ قال لي أنا هاي حبوبتي الزهراء، أنا متزوج بنيتها، فيحق لي أباوع لها. قلت له بابا أنت مشتبه ورايح بعيد. قال شلون؟ قلت له هاي غضوا أبصاركم حتى على السادة، غضوا أبصاركم، مو حرام تشوفون فاطمة، ما تقدرون تتحملون تشوفون فاطمة، نورها لا يحتمل، ما طأطئوا الرؤوس حتى لا تحترقوا بأنوارها. هذا المعنى. ولذلك أيها الأوداء الزيارة الجامعة تخاطب الحجج على الخلق، وفاطمة الحجة على الحجج. هذا أولا. ثانيا الزيارة الفاطمة فيها مضامين ما تتناسب مع عظمة الزهراء. بس هذا آخذ وأسألكم الدعاء. مثل من؟ احنا بالزيارة الفاطمة الجامعة شو نقول لهم؟ نقول لهم موضع سر الله. الأئمة شنو؟ موضع سر الله. بينما الزهراء عليه السلام شوي هاي يراد لها صلوات. الزهراء هي السر في آل محمد، هي السر، مو موضع السر. شايف أنت من تخاطب الأئمة تقول لهم السلام عليكم أنتم الأمانة الكبرى، ومن تخاطب على شو تقول له؟ السلام عليك شنو؟ يا شنو؟ مو يا أمانة الله، يا أمين الله. يعني الأئمة مكنونون في علي بن أبي طالب. يعني أنت من تسلم على علي تسلم على الأئمة الموجودين وين؟ بالأمانة، اللي هو منه؟ علي، اللي هو منه؟ الأمين. وهكذا عندما تخاطب الزهراء أنت لا تخاطبه السري الموجود عند الأئمة، لا أنت تخاطب موضع السر اللي فاطمة الزهراء. لذلك من تسلم على الزهراء بهاي الصلوات: اللهم صل على الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، وبعد أرجوك الله يرعاك بس شوية هيك اسرح بفكرك وذهنك وقلبك. أرجوك أنت هسه الآن سر مستودع بالزهراء ما تعرفه. زين فاطمة شلون؟ بس تأمل بهذا الموضوع. هو أنت الآن نحن نصلي على السر الذي فيك، أما أنت بصراحة ما نقدر، احنا ما نعرف شنو قدرك حتى نسلم عليك. لذلك اخواني شوفوا هاي الزيارة مال الممتحنة، ملاحظين كل الزيارة ما بيها السلام، آخر فقرة بيها السلام. بدأت الزيارة بيش؟ مو السلام عليك يا ممتحنة، بدأت بيش؟ يا ممتحنة. شنو انت بابا وتدخل تسلم على الزهراء مباشرة؟ من انا؟ احنا مو قدها بصراحة ونوقف ونقول السلام عليك، لا، ابدي اعرف ثم اعرف ثم اعرف ثم اعرف ثم اعرف ثم اعرف ثم اعتقد ثم اعتقد ثم آخر شيء والسلام عليك ورحمة الله. عود تتهيأ شوية حتى تستحق أن تطلق عليها السلام. لذلك عندما سلم عليها الظالمان الفاجران المغتصبان ما ردت عليهما. أنا قرأت كلمة للسيد الروحاني الله أكبر عليه،
يقولون أليس رد السلام واجبا؟ شوية صنتوا لي شباب، صنتوا لي، اعرفوا نحن مع من نتحدث. أليس رد السلام واجبا؟ لما لم ترد السلام فاطمة الزهراء؟ بعض قالوا كافران لا يجب عليهما، لا يجب علينا رد السلام، صح. بعض قال قد ردت السلام بقلبها، البعض قال كذا. سيد الروحاني يقول لا بابا، هما ما سلما على الزهراء، لأن حقيقة الزهراء محجوبة عنهم. ذولا سلموا على هيكل يظنونه فاطمة. لذلك انت شو رادك؟ رادك هواي مقدمات حتى توصل شو تسوي؟ حتى تقف على قبرها وتقولها السلام عليك. البشرية راح تطب بتمحيص وبلاءات واختبارات، عود من يطلع صاحب الزمان تستحق توقف وين؟ قبال القبر وتقول له السلام عليك يا فاطمة. أما الآن فأنت تتوجه إلى جهات عديدة وتسلم. لذلك أيها الأوداء لا تزار زر. بقيت لدينا 3 إجابات في الليلة القادمة إن شاء الله. لذلك لا يسلم على الزهراء بالزيارة الجامعة. الزهراء أيها الأكارم كان رسول الله أطهر ما خلق الله. هاي الماء موصولة تجمع كل شيء. أطهر، مو من خلق الله، أطهر ما خلق الله. الرسول إذا دخلت عليه قام لها وترك مكانه وجلسها بمكانه. شنو انت ايش تتصور؟ هاي سؤال في النبي مال ابو بنت. واذا دخل عليها شمها وقبلها بين عينيها، وقبلها هنا، هذه بين النحر والصدر، هنا يقبلها. وكان يقول فاطمة، من يسألون عنها فاطمة يقول نعم. قال إذا اشتقت إلى الجنة شممت ريحها. شنو هذا؟ واقعا شنو هذا؟ لذلك زين النبي إذا اشتاق إلى الجنة شم فاطمة. زين إذا اشتاق لفاطمة ماذا يفعل؟ هنا لا نقول ماذا يفعل، ما نعرف ماذا يفعل حقيقة. احنا عرفنا إذا اشتاق للجنة شم فاطمة، بس إذا اشتاق إلى فاطمة ماذا يفعل؟ شو يسوي؟ يمكن من يشتاق للزهراء تأتي إليه هذه المقامات. لي حالات مع الله لا يسعني فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. هنا ربما. أما علي كان يقول هاي الحكاية اللي المفروض تتعلق في كل حسينية وكل هيئة. كنت إذا نظرت إليها انزاحت عني الغموم والهموم. يعني ما حاكيه وياه، ما قايلت له قواك الله، ما قايلت له هون عليك يا ابن العم، لا هو بس يباوع عليه. زين أنا أسألكم سؤالا علويا، أي نوع لعلي من الهموم؟ هي هموم علي شنو هموم علي؟ هو شنو علي يهم مثلا بالبستان والقاع والراتب؟ ايش يهم؟ أي هموم عند علي فتزاح إذا رأى فاطمة؟ بل أن عليا أيها الأوداء قال كلمة ما قالها حتى عندما رحل رسول الله. علي قال كلمة عندما ودع فاطمة، هاي الكلمة تسع أوجاع الدنيا كلها. ايش قال؟ قال قل يا رسول الله عن صفيتك صبري. علي هذا علي اللي صبر من صبر الله ومن صبر رسول الله، يقول فاطمة ما أقدر أصبر علي قل لها يا رسول الله صبري وقل لها تجلدي، يعني بعد ما أقدر. حتى أن عليا لما حمل نعشها قال يا سلمان أعني على حمل نعش فاطمة.
يعني علي هذا البطل الضرغام اللي الزهراء رواية الإمام الصادق يقول نحل بدنها حتى صار كالخيال. يعني علي لا يستطيع حمل خيال. ايش تركب علي فاطمة؟ هاي الصعبة هاي الما قدرها، شف الله الموت بأثرها، يغسل فاطمة ويلمس كسرها. اي ويموت اللامس ضلوع الزكية. يقول أنا معتاز والعوان معتاز، أريد الفاطمة يا ناس جناس. حق ترجف إيدي الفارق عزاز. هاي الحكاية انطوها حقها انتم بجوار علي، انطوها حقها. أول مرة حيل يخون بيه الليلة نبكي على علي على علي على علي. شالوا نعشها فوق المتون. هاي صعبة هاي الأبيات. شالوا نعشها فوق المتون، الهضوم هواية وقلل يشيع، ومن البكي ما ظلني عيون. يبكي عليها وتبكي هي، اي والله تبكي هي. لو تراب وصاح ولا هذا النعش دفنونه ويلا. لو تراب وصاح ويلا. أنا شريد منك، أريد منك كان واقف على قبر فاطمة وتشوفهم شلون يهيلون التراب. هذا النعش دفنونه يا يرجع علي ومحت لك. مرة قلت لكم الليلة نبكي على علي. مرة قضى الوقت بالنوح، مرة وحياة البيض ضلع مكسور. مرة يا حيدر دوم من القبر، مرة يا أنا استانس على من تمر علي، يا أنا استانس على من تمر. هلا هيار علي يا دارات هزتني النايبة والحيل. درايات أوصل عيل لا تبطلين درج. دارات رحت وبقت بس للنوح.
قلها رحت وبقت بس للناح دارج دارج اللي ظلت للنايحة وبس للعزيز. مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وسدها في القبر، دفنها خير مدفن هال التراب عليها. يا ناس يا ناس أنا عرج جثة سليمة وأنا الوحد وديرة غريبة غريبة. يكون اليوم كون اليوم تهلة تجيب حبيبي موت قبره يا حبيبي. أمير المؤمنين عليه السلام يجلس عند قبر الزهراء على وصيتها. قالت له يا علي تعاهد قبري ليلى اقرأ لي القرآن، أنا أحب أسمع القرآن بصوتك. على الوصية أمير المؤمنين يروح يم قبر فاطمة يقرأ قرآن. ليلة من الليالي أمير المؤمنين سمع هاتفا يا علي دع قبري وذهب الساعة أنت التي أمرتيني بذلك. قالت لا تلمني فقد استيقظت زينب. استيقظت زينب بكربلاء ما نامت زينب. استيقظت يعني ما تعبت من الصيام. قعدت عاينة الحسن موجود الحسين موجود مو شمرة وحربلة. استيقظت ببيتها بيت علي دارها يعني ما استيقظت بالخرابة. استيقظت ويما الحسين أبو علي بعدهم ما دايسين على صدره. على تمثال مسايا وتشلشل علي وانا الوحد بالغاضري وابولي من ذبح وشلون بي. هذا صعب ومن الفجر امشي سبي امس المسوايا يتيمة ظليم الله أكبر عالظليمة. يا نسوان ما ظل هي تلخايا مايا ويتيمة قامت تلوذ بيتيمة. هذه بيت الدعاء وأسألكم الدعاء. أمير المؤمنين عليه السلام لما كان يمشي في المدينة يأشرون عليه. كون هاي تتذكرها من تروح الزور تقعد يم شباك علي وباوع علي يقول له السلام عليك يا مهضوم، السلام عليك يا من الناس تباوع عليك ويقولون كتن مرته. هذا الذي عصرت زوجته بين الحائط والباب. هيجي باوعون عليك يا مهضوم يا أول مهضوم في الإسلام. صار العصر. شوف اكو هاي هضمة وشوف هاي الهضمة. صار العصر وتفرهدينا بدخان المخيم عمينا نسمع حكي الوادم علينا. شي يقولون
بس نسوان شا عباس وين. يا صعب هاي والله. صار العصر والتمت الناس، زينب وحيدة مدنقة راس علي صاحة وبهالصوت الارجاس الارجاس، يا زينب ذبحنا حسين وعباس. رحم الله من نادى حسين حسين يا حسين. ايوا غريبة ايوا غريبة، رحم الله الضائعات بعدك ضعنا، ومرمل للنائبات غدونا. عندكم دعاء له فقرة التكريم؟ أنا معنا فقرة التكريم إن شاء الله بعد. أسألكم الدعاء لا تنسونا بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا فأخلصوا فأبدعوا، فكتب الله سبحانه وتعالى أن يكونوا قافلة تحط رحالها أينما ينصبوا للحسين.